الصلاة هي أرجى عمل سنلقى به الله تبارك وتعالى بعد التوحيد. هي هوية المسلم، هي البطاقة التعريفية للمؤمن، هي الصلة بين العبد وربه، وهي الطريقة التي يناجي بها العبد خالقه. هي عمود الدين وقرة العين، هي ثاني أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رسالة عاجلة مهمة إلى تراك الصلاة أرسلها إلى من يصلي ويخلي، يصلي فروضا ويترك أخرى. رسالة أوجهها وأبعثها إلى من ترك صلاة الجماعة. رسالة أبعثها إلى من يترك الجمعة. رسالة أبعثها إلى من لا يتم الركوع والسجود. رسالة أرسلها إلينا جميعا. ما شأننا مع الخشوع في الصلاة؟ ما شأننا مع الخضوع في الصلاة؟ رسالة يا من ترك الصلاة من أجل الشهوات، يا من ترك الصلاة من أجل العمل والإدارة، يا من ترك الصلاة من أجل التلفاز، يا من ترك الصلاة من أجل الجوال، يا من ترك الصلاة من أجل الكرة، يا من ترك الصلاة من أجل القات، يا من ترك الصلاة من أجل النوم، فسوف يلقون غيا. رسالة يا من تركت الصلاة من أجل حفلة الزواج، يا من تركت الصلاة من أجل التسريحة، يا من تركت الصلاة من أجل القهوة، فسوف يلقون غيا. رسالة كيف بك يا تارك الصلاة لو حملت على أكتاف الرجال إلى حفرتك وأنت تقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ أين تذهبون بها؟ أين تذهبون بها؟ رسالة هذه رسالتي إليك يا تارك الصلاة، فهل وعيتها؟ وهل حفظتها؟ وهل اتعظت بها؟ أرجوكم بلغوا هذه الرسالة لمن علمتموه تاركا للصلاة. رهبوهم، أرعبوهم، خوفوهم، كل ذلك شفقة عليهم، رحمة بهم، حتى تنقذوهم من عذاب الله تبارك وتعالى ومن سخطه.